دلوقتي انا متجوزه عن قصه حب كبيره قوي 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 يا جماعه. انا ممكن اقول لكم قوي لحد بكره، وانا اسفه بس انا من قهرتي كنت عايزه اوصف لكم احنا كنا بنحب بعض قد ايه. قعدنا مع بعض سنتين كاننا كنا في الجنه، بس ربنا ما رزقناش باطفال. في الوقت ده امي تعبت تعب جامد جدا، فكنت بروح لها اطمن عليها واقعد معاها شويه واخدمها واعمل لها امورها وامشي ارجع بيتي تاني. فلقيت جوزي بعديها بفتره بيقول لي لا مامتك تعبانه خليكي معاها وانا هبقى اجي اخدك بعدها بيومين. اليومين خلاهم اسبوع والاسبوع خلاهم شهر، وانا كنت فاكره انه خايف على امي، وبقينا بنتقابل مرة مرتين في الشهر بالكتير. لما الموضوع طول ووصلنا ل6 شهور على النظام ده، اقترحت عليه وطلبت منه اكتر من مرة انه يجي بعد الشغل يبات عند ماما، او اني اجيب ماما تقعد عندنا علشان ما نبعدش عن بعض اكتر من كده. كان بيرفض وكان بيقول لي انه ما يقدرش يقعد في مكان فيه مرض وان دي حاجة هتأثر عليه. اقوله طب خلاص ما باتش عند ماما وارجع ابات في شقتي زي ما كنت بعمل في الاول. قال لي لا خليكي معاها علشان الدكتور قال ان في اي وقت ممكن يجيلها غيبوبة. وفعلا فضلنا على الحال ده 1.5 سنة، اروح بيتي مرة كل اسبوع وتاني يوم الصبح يوصلني بنفسه عند امي. المهم في مرة امي تعبت تعب جامد جدا واتصلت بيه كتير تليفونه مغلق، اضطريت اني انزل من غير اذنه، لان الاتفاق اللي كان ما بيني وما بينه اني ممنوع انزل من عند امي ولا حتى اروح شقتي الا لما هو يوصلني، وممنوع اتحرك من مكاني واطلع بره عتبه باب الشقه الا باذنه. وده كان من اول الجواز، بس طبعا اضطريت ان انا انزل عشان لا قدر الله امي ما يحصلهاش حاجه. وفعلا وديتها المستشفى ورجعت بيتي علشان اجيب فلوس، عشان المستشفى كانت عايزه فلوس تحت الحساب. وطول ما انا ماشيه كنت بتصل بيه تليفونه كان مغلق، كنت خايفه جدا منه لاني نزلت من غير اذنه، بس قلت اكيد هيقدر الموقف اللي انا فيه. افتح باب شقتي الاقي واحده ست قاعده وشايله عيل. قلت لها انت مين؟ فالتانيه قالت لي انت اللي مين؟ انت كذا، وقامت قالت اسمي. كنت فاكراها حراميه وكنت هتصل بالبوليس، قامت قالت لي انا مراته واللي على ايدي ده يبقى ابنه. بعدها هو جه اول حاجه قالها لي انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي تنزلي من غير اذني؟ كنت بصاله ومش عارفه ارد، مش عارفه اتكلم، وانا كان كل اللي عليا اني عماله الطم واصوت. طلعت دي واحده من البلد ملهاش حد، امه هي اللي جوزتها له علشان يخلف، لان احنا لما قعدنا سنتين ما بنخلفش هو راح كشف وعرف ان هو سليم. فبدل ما يقول لي ان انا اكشف انا كمان، لا هو وامه نجموا ان انا كده اللي اكيد عندي المشكله، وقال ايه ما كانش عايز يجرحني وان هو كان نفسه يكون اب. فقلت له يعني انت ما كنتش نفسك تخلف مني؟ طب كنت خلتني اكشف. قال لي ما انا ما كنتش عايز اسبب لك اي احراج، ولو كنت كشفتي وطلعتي ما بتخلفيش كانت برضو امي خلتني اتجوز عليكي، بس كانت هتفضل في الرايحه والجايه تعايرك. مع انه هو كذاب، هو ما حدش يقدر يمشي كلمته عليه. فقمت قلت له فتقوم تتجوزها من غير حتى ما تتاكد؟ طبعا انا قعدت اسبوع في صدمه خلتني نسيت امي يومين في المستشفى. ربنا ما يكتبها على اي حد. وطلع ان هو متجوزها من قبل حتى ما امي ما تتعب، واخد تعب امي حجه عشان يعرف يجيبها تعيش في شقتي وتعيش على حاجتي. وقبل ما انا ماجي كانت بتاخد حاجتها وحاجه ابنها وبتمشي، بالرغم ان انا اوقات كنت الاقي حاجات مش بتاعتي مرميه في الشقه، وكنت اجي اقول له يقول لي دي اكيد بتاعت امي ولا اختي عشان بيجوا ينظفوا لي الشقه. ولما انا ارجع الشقه يوديها تقعد عند امه اليوم ده. حابه يقول لي انا عملت كده علشان امي، حابه يقول لي انا علشان ما اجرحكيش، وحابه يقول لي علشان هي بنت غلبانه وملهاش حد، وشوف احنا بقالنا كام سنه وبرده لسه ما خلفناش. هو دلوقتي رافض تماما فكره الطلاق. ولما رحت علشان اخد حاجتي من شقتي، مراته رفضت تخليني اخد قشايه وقالت لي انت دلوقتي عرفتي بوجودي وانا مش هقعد هنا انا وابني على البلاط، تعالي نعيش كلنا سوا مع بعض وهنبقى زي الاخوات. وهو كان واقف يتفرج علشان يجبرني اني اوافق ارجع. طبعا انا ما وافقتش وسبت لهم حاجتي كلها وما خدتش منه اي حاجه. بعدها امي ماتت ودخلت في صدمه تانية ربنا ما يكتبها على حد. طبعا هو رفض يطلق، فقلت له اني هخلعه. جه يعيط لي ويقول لي ما تبيعيش اللي ما بينا. قلت له انا اللي ما بيعش اللي ما بينا، ده انا حتى لما طلبت القايمه بتاعتي مراتك رفضت انها تديني فرشي وقالت عليه فرشها. المهم علشان ما ادخلش في تفاصيل كتير، انا قلت له ان انا برياه من كل حاجه وان انا هتنازل له عن كل حاجه. قلت له بدل ما اخلعه يطلقني، وفعلا اتطلقنا. انا عايزاكم تطبطبوا عليا وتقولوا لي ان ربنا هيعوضني باي حاجه تانية غير راجل، لاني مش هتجوز تاني. يعوضني براحه نفسيه، يعوضني بشغل، لاني كنت بشتغل شغل كويس جدا بس هو خلاني اسيبه. انا حاسه ان قلبي وجعني قوي، والنبي تدعوا لي علشان انا قلبي وجعني قوي بجد. انا فعلا